نتائج لقاءات الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى: اتحاد بالعباس هدفان، مولودية الجزائر هدف، شباب الوزداد هدف، شباب قسنطينة هدف، شبيبة الصاورة هدف، مولودية العلمة هدف، وداد تلمسان 0، شباب باتنا هدف، مولودية وهران 0، أهلي البرج 0، جمعية الشلف 3 أهداف، اتحاد الحراش 0. فيما أجل لقاء شبيبة بجاية وشبيبة القبائل، ولقاء اتحاد العاصمة ووفاق سطيف. جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى: في الصدارة وفاق سطيف برصيد 46 نقطة، في الملاحقة اتحاد الحراش برصيد 42 نقطة، في المرتبة الثالثة مولودية الجزائر برصيد 36 نقطة، وفي مؤخرة الترتيب نجد كل من جمعية الشلف برصيد 19 نقطة، وداد تلمسان ب 18 نقطة، وشباب باتنا برصيد 14 نقطة. نتائج لقاءات الجولة 21 من الرابطة المحترفة الثانية: أمل الأربعاء هدف، مولودية باتنا 0، أولمبي المدية 0، نصر حسين داي هدفان، اتحاد عنابة 0، سريع المحمدية هدف، مولودية سعيدة هدفان، أمل مروان هدف، مولودية قسنطينة هدف، ترجي مستغانم 0، شباب عين تيموشنت هدف، شباب عين الفكرون هدفان، جمعية الخروب هدفان، اتحاد البوليدة 0، وأخيرا جمعية وهران 3 أهداف، مولودية بجاية هدف. جدول ترتيب الرابطة المحترفة الثانية: في الصدارة أمل الأربعاء برصيد 44 نقطة، في المرتبة الثانية شباب عين الفكرون برصيد 41 نقطة، في المرتبة الثالثة مولودية بجاية برصيد 37 نقطة، وفي المرتبة الرابعة ترجي مستغانم برصيد 36 نقطة، وفي مؤخرة الترتيب نجد كل من سريع المحمدية برصيد 22 نقطة، مولودية قسنطينة برصيد 19 نقطة، وشباب عين تيموشنت في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.